ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعادة دايما يا رب. زي ما انتوا شايفين هنعمل كده زبادو المانجا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ نقول لكم كده معانا ايه. زي ما انتوا شايفين معايا كده كوباية من اللبن، ومعايا كده نص منجاية قطعتها كده، مسكت المانجاية قطعتها مكعبات وقطعتها حتت كده هحطها في العصير. زي ما انت شايفة كده. طبعا بدأت حطيت كده ايه المانجا، يعني حطي على قد ما انت عايزه. وطبعا معايا كوبايه اللبن بالقشطه بتاعتها زي ما انت شايفه. اللبن كده غلياه وحطاه في التلاجة كده، بدات نزلت بيه بالقشطه بتاعته. ومعايا كده علبتين من اللي هي الزبادي البلدي، ومعايا كده معلقه. يعني انا التحليه بتاعتي هتبقى بالعسل، انت مش حابه تحطي عسل عايزه تحطي سكر براحتك خالص زي ما انت شايفه. طبعا هو بيبقى قوامه تقيل، لو انت حابه تخففيه شويه ممكن تزودي شويه في اللبن. طبعا كده فضلت مشغل عليه خلاط لغايه ما هو طبعا بيتضرب معاكي بسرعه. زي ما انت شايفه القوام بتاعه ما شاء الله. طبعا اهم حاجه ان انت تنقي المانجا مسكره كده. طبعا دلوقتي المانجا المسكره الحلوه بتكون متوفره زي ما انت شايفه. طبعا انت لو بتشتريه من بره بتشتريه باسعار غاليه جدا. ممكن تغيري نوع الفاكهه براحتك خالص، هتدخلي موز، هتدخلي فراوله، هتدخلي اي حاجه انت بتحبيها. طبعا اي فاكهه انت هتفضليها براحتك خالص. طبعا انا بقى المكعبات المانجا اللي انا كنت شايلاها اهيت، بدات ان انا ايه احطها كده. يعني هو طبعا كده مسافه كده بالظبط كده 10 دقايق او 5 دقايق بالظبط هتكون عامله احلى مشروب كده زبادو المانجا. زي ما انت شايفه ما شاء الله بكل سهوله. شايفه الجمال؟ طبعا لو دخل عليك ضيوف او لو انت حابه تعمليه لاولادك كده يغذيهم كده وقت المذاكره زي ما انت شايفه، جنب سندوتش كده وقت المذاكره تديها لهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.